تخيل انت واقف قدام انسان بيعمل كده يطلع لك انسان تاني. احنا الحشاشين. كانت معروفه الفطار يعني بكار. هو ده كان بيعلمنا قيم بس ايه مش عارف. خاطب فوده. اهلا بيكم في حلقه جديده من شادر فوده. زي ما اتفقنا رمضان وكل سنه وانتم طيبين، فبنتجمع نتكلم ونحكي ونتبسط. ومعايا مين النهارده؟ معايا يوسف ايهاب جو، صاحب عمري يعني. حبيبي عمور، عامل ايه يا جو؟ والله تمام بخير. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيب قلبي. كل سنه وانتم طيبين. فيعني بمناسبه اننا النهارده هنتكلم عن رمضان وذكريات رمضان، فما تنسوش اكتبوا لنا في الكومنتات كده ايه ذكرياتكم مع رمضان، وايه المسلسلات اللي كانت يعني لسه طبعا معاكم لحد دلوقتي في رمضان. ويعني شاركونا كده في الكومنتات، وما تنسوش دونا اللايك الجميل، سبسكرايب، جرس، شير، سوشيال، اي حاجه تلاقيها قدامك دوس عليها ما عدا الديسلايك عشان يوسف موصيني قوي على الحوار ده يعني. انا اللي بدوسه بس. وبس تنسوش تدعوا لاخواتكم في فلسطين وسوريا والعراق ولبنان، في الوطن العربي كله، ربنا يهونها على الكل يا رب ويعدي الموضوع على خير. ونزل لي بالانترو. بما اننا بقى هنتكلم على رمضان وذكريات رمضان، فقول لي كانت ايه طقوسك زمان في رمضان؟ مبدئيا بدات تصوم امتى؟ بدات اصوم من ابتدائي عادي، من اولى ابتدائي. طبعا احنا كنا بنقسط الصيام مره لغايه الساعه 10، مره لغايه الظهر، مره لغايه العصر، لحد يعني 6 ابتدائي اعتقد او 5 ابتدائي. وبعد كده بقى ابتديت ننتظم على الصلاه والصوم بقى شيء اساسي خلاص. انت كده كبرت 6 يعني. ابتدائي من 5 ابتدائي. انا افتكر بدات الصيام عموما، فكره بقى ان احنا نصوم للظهر وبتاع كان في اولى ابتدائي مثلا، وفي ثالثه ابتدائي لا خلاص بقى مفيش حاجه اسمها للظهر. ده عندك في البيت تمام، انما في الواقع في مش مهم ماشي. في الواقع الدنيا كانت على البايظ يعني. طفل يا جماعه ومش فاهمان يعني. فكنت ببقى بجوع بعطش مش عارف ايه، فباكل يعني. بس طيب بمناسبه الفطار، فطارك كان على ايه في رمضان؟ على المغامرين ال5 ساعات. يعني كان بابا برضو بيشغل الاذاعه دايما، وبيحب الاذاعه جدا، فكان في اللي هي الحاجات بتاعه فوازير رمضان اللي هي بتاعه الاذاعه. شريانو اوكي. لا ما اعرفش، كانت اسمها غريبه جدا كده، مش عارف بصراحه. كنا لازم يبقى مشغلين التلفزيون، بنتفرج على المغامرين ال5، بنقرا لغه الشفايف واحنا سامعين والله واحنا سامعين الفوازير اللي في الراديو. لا انا يعني كانت معروفه الفطار يعني بكار اصول وهنيدي ايه ومحمد منير وبكار. كانت اغنيته لحد دلوقتي لما بتشتغل كده اشعار طبعا. ولحد دلوقتي الاغنيه دي بتعدي كده بس، او المزيكا بتاعتها بالظبط تشم ريحه القطايف في الشارع والله العظيم. والله يعني كانت على ايامنا القطايف بتتعمل في الشارع برضو، ما كانتش اسمها صوابع مش عارف جيجي يا عم بالله. كان ايه المسلسلات اللي معاك لحد دلوقتي، او كرتونات او الشوز الكلام ده؟ احنا ممكن بقى نكبر شويه، لان انا وانا صغير برضو كان يعني برضو الذاكره مش جايبه. يعني لما كبرت شويه بقى كان طبعا راجل وست ستات. كان رامز زمان لما كبرنا قوي. لا والله رامز حول العالم. رامز حول العالم بقى والحاجات الحلوه دي. وكان ايه تاني؟ احنا كنا بنتفرج على سنوحي على MBC 3. سنوحي ده انا كنت بعشقه. والله حياتي بيتي شري. ايوه برضه كانت اغنيه قوي بصراحه يعني. بس فكنا طبعا بنحب الحاجات دي جدا. والتامر وشوقية. طب ونيس يا خال. تامر وشوقية كان حلو قوي. ونيس يا خال. ونيس كده احنا كنا متربيين عليه. ايه يا جدع؟ متربيين بقى تنمر وعبله الهبله. وده كان بيعلمنا قيم بس ايه مش عارف يعني. لا والله بجد فعلا كان في حاجات فيه، كان فيه دروس طبعا. لا ونيس فعلا كان فيه دروس. ونيس ايكون. ونيس يعني لو هشوفه دلوقتي اقعد اتفرج عادي. انا لحد دلوقتي لما بيجي ونيس بتفرج عليه. بالظبط يعني وكواليسه ذكريات بالظبط حاصل. والاغاني بقى، الاغاني رمضان. امتى اول مره جالك فانوس؟ امتى اول مره جالي فانوس؟ لا وانا صغير. او شكله ايه اول فانوس جالك؟ اول فانوس جالي اللي هو بيبقى كان بشمعه، ده اللي هو كان بيحرق وتحط جواه ده كان اداه من اداه العذاب، مش اللعب خالص. تحط جواه الشمعه وتقعد تلعب بيه زلاطل كده، تلاقي فيه دم البات فايت من هنا كده. والله العظيم تقعد بقى تاني يوم تقعد تعيط وتفطر تاني يوم على اللي جاب لك الفانوس كان حوار يعني. افتكر اول فانوس جالي خالص كان عربيه.
يعني هم قالوا لي ان ده فانوس، وهي ما كانتش بتغني، ما كانتش بتعمل اي حاجه، يعني مش زي دلوقتي مثلا لعبه وفيها اغاني رمضان او كده، لا 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 لا، هي عربيه وقالوا لي ده فانوس وبست. خد بقى ده فانوس، شغل الفانوس اللي قدام بقعد رقص. فانوسين وجانت بس. بالظبط. لا كانوا لي والله عربيه اللي هي كانت بريموت احمر واخضر، دول الزرارين دول. اللي جاب لك كروتك كروتي ده فشخني يعني. هو انا الفانوس. سيبك من العربيه يا عم، شكرا على العربيه، ما تقنعنيش ان ده فانوس يا صاحبي. بس اللي ما يعرفش ده فانوس. انا عرفت دلوقتي بس عشان ما يقعش. ده فانوس. عرفت بقى دلوقتي ان ده الفانوس، فجبت منه، جبت ده وجبت ده، وتلاقي بره هو يا عيني هو تارس الشقه فوانيس عشان خاطر بيعوض يعني. جبت بقى امتى اول فانوس؟ لا كنت في ابتدائي انا جبت لمين فانوس. والله يا ابني ما جبت لحد فانوس. ايه ده خالص خالص والله. ايه ده على الله. يعني يعني ممكن نمنتج الحته دي يا استاذ ماركو عشان برضه يعني الموضوع نلاقي حد بلايند ديت شو. خاطب فوده. لا ما جبتش فوانيس لحد خالص. ايه يا صاح؟ ما كانش معايا فلوس. لا والله بجد ما كانش فيه خالص. يعني دي صعبانيات. ما هو انا مش عارف، قلبت الحلقه، خدت الحلقه في حته ثانيه خالص. انا عايز انام معمونه الشاذلي واقعد اعيط بقى وتتك عليا بالله عليك. افتكر اول فانوس جبته خالص كان ميداليه خشب، عارف الفوانيس الميداليه الخشب دي، بس جبت الميداليه دي يعني لشخص ما، او يعني شخص هو اكيد مش واحد يعني. تيتن. احنا في رمضان يا كلاب، امسك نفسك. والمسلسلات ايه يعني؟ يعني انا بالنسبه لي مثلا افتكر قوي تامر وشوقية، وافتكر قوي يا نهار اسود اسمه بتاع محمد صبحي، كان في مسلسل اسمه فارس بلا جواد. بس يا عم ده كان مسلسل عميق قوي على ان انا طفل صغير حاجه، بس انا بحب الخيل قوي، فكان بقى اشوف الخيل والماسكات اللي كان بيلبسها دي، فدي كانت بالنسبه لي اللي هو ايه ده، هو انا ممكن اعمل كده ابقى انسان تاني. اما هو كان فانا قضيت وقت طويل فشخ من طفولتي قدام المرايه بشيل الجلد ده، وتاري الموضوع لا مش هناك يعني. لا انا فارس بلا جواد بصراحه ما كنتش بتفرج عليه لانه كان مسلسل عميق حبتين ثلاثه انا مش بتفرج عليه عشان فارس بلا جواد. لا هو انا اصلا هو مش جايب همه. انا عايز اضحك. ما هو انا تخيل انت واقف قدام انسان بيعمل كده يطلع لك انسان تاني بخ، لما اقول لك بخ فطبعا هضحك هموت ضحك طبعا. لا انا كان بالنسبه لي الاذر فيرجن اوف زكريا يعني. لا انا ما شفتوش بصراحه كله. انا كان بيخوفني فشخ لما اشتغل في القعده بالليل. في الاعاده انا ما كنتش بشوفه. كانت القعده بتاعته دايما الساعه 1:30 بالليل انا فاكر. كنت على طول تخلصه تدخل على ممدوح فرج عشان تتفرج على الاندرتيك. لا بصراحه لا ما كنتش كده بقى. يعني هي حاجات بس كوميدي، حاجات كرتون والكلام ده. كنت طفل يعني زي ما قلت، ما كنتش فوانيس لبنات وبتاع، فمشيها بقى برضه ما تزنقناش. كنت عبيط يعني، ستيل عبيط. طيب ويعني طقوس بقى ما بعد الفطار، اللي هو انت بتفطر ونقعد نفنيخ شويه وبعدين يقول لك يلا تراويح، فننزل نتروح وماذا بعد. انا كان عندي مشكله في صلاه التراويح زمان. فان انا دايما يعني كان في مره نزلت صلاه التراويح، فانا كنت يعني حالفني الحظ ان انا وقفت جنب باب المسجد واحنا بنصلي التراويح، وكنت انا في اول صف، وكانت العيال بره كانوا بيفرقعوا صواريخ، وانا من الناس اللي بتخاف من الصواريخ جدا. فانت طبعا نازل انسان محترم داخل تصلي في بيت ربنا ومركز في صلاه التراويح، فايز فجاه عيل قذر يقوم مولع صاروخ ورميه، وانا الفاروخ ترانش، وانا عايز اقول لك انا واقف جنب الجامع عملت كده، لا يا ابني ده انا نقطت وضوئي. طب انا هكمل بقيه الصلاه ازاي؟ يعني انا عملتها خلاص، انا هكمل ازاي؟ فكان الموضوع كنتش بتلعب في الشارع؟ كنت بلعب في الشارع. كنت بلعب. بص احنا كان في واحد صاحبنا كان باباه حارس المدرسه، كان حارس مدرسه خاصه، فكان واسطه بقى. كان الواد ده كنا بنخش نلعب في ايه يا عم القرف ده؟ والله بس انا ما بحبش الكوره من زمان، بس كنت بحب اقعد اتفرج كده واشجع معاه. انما بقى الاجواء بقى التانية كنت بحب العب بقى. لعبتش قفشت الملك وثبت لعبنا الكلام ده. بس عارف انت اللي كنت برتاح له اكتر بقى الكمبيوتر.
بقى ننزل كده. كنت انا وواحد صاحبي، كانت اللعبه ب 2 جنيه، هو يدفع جنيه وانا ادفع جنيه، ونجيب فلاشه 4 جيجا. دي كانت كبيره جدا، كنا بناخدها من واحد صاحبنا طبعا عشان ابوه كان غني مثلا، وناخدها احنا نروح نحط فيها اللعبه ونطلع بقى نقعد نقفل في رمضان اللعب بتاعتنا. لكن لعب الشارع انا لعب الشارع طبعا. طبعا العجله، ولازم طبعا العجله وقفشت الملك فشت الملك كهرباء. كهرباء. انا كهرباء دي بالنسبه لي كانت لعبه مستفزه فشخ. انا الكهرباء كنت بطلع اخش الحمام في البيت وبعدين ما ايوه ما ايوه والله. هي وثبت برضو دي بالنسبه لي كانت ال فيرجن بتاعت استغمايه، اللي هو احنا خلاص خلصنا استغمايه وخلصنا كوره وخلصنا كل اللعب اللي ممكن نلعبه. تحت عربيه. فاللي هو ايه، طب انا مش قادر اجري فاقول ثبت مش عارف مين بيعمل ايه، فاهم حاجه؟ فكان اللي هو يا جدعان انا كنت بكره اللعبه دي قوي. انا كنت بطلع مع اصحابي كنا نصلي التراويح، وكنا نطلع نمشي على اي انتركم في الشارع، نقعد نشتغل الناس في وده اذى محدش يعمله. عشان احنا بقى عندنا انتركم والناس بترازينا بالظبط كده. فكنا مثلا توقف تاكسي هتقول له بدل الشهيد ميكي، يقول لي ايه زيتون. طب انا بعت لي بتاع بس بالله ده لا كنا فاهم نوقف تاكسي، وكانوا 2 صحابنا مثلا يقوموا فاتحين البيبان ونطلع نجري، نقف نرن الانتركم ونطلع نجري. كان يعني لازم اكشن. انا يعني يعني عملت طبعا شويه من هذه السخافات، بس ما طولتش يعني. حسيت الموضوع اللي هو ايه ما هو بالظبط اللي هو مش جايب همه. يعني الحاجه اللي كنت بعشقها وانا صغير كان زمان في عربيات جاز تعدي. العربيات اللي هي اللي كان في كونتينر كده. لا مش دي كانت عربيه تعدي بتبيع جاز. فكنا نروح نشتري منه بربع جنيه، كان يملى لنا نص لتر مثلا ولا حاجه، والله العظيم. وناخد الغاز ده ونطلع بيه على حته كده، ولا جاز نطلع بيه على حته كانت عندنا في ظهر البيت كده صحراء. فكنا نجمع شويه خشب ونقوم دالقين عليها الجاز ده ومولعين، وتوم وجيري بقى روح الهنود الحمر تحضر فينا، ونقوم ماشيين حوالين البتاعه دي يعني فاهم. سلمنا التراويح بقى نقعد في الخلق بالظبط. احنا الحشاشين مش دول الحشاشين بتاع الاساسنز، مش الحشاشين دول، اصل القعده دي قعده حشاشين بجد. الحشاشين اللي هم بتاع كريم عبد العزيز. ايوه بالظبط. فدي كانت اكتر لعبه في وقت بقى اللي هو نروح نلعب اللعبه دي، كنت بموت فيها. وافتكر مره في رمضان قلت لابويا ان انا هنزل اصلي التراويح وبعد كده هقعد شويه مع اصحابي. فنزلنا وصلينا التراويح والدنيا تمام، وبعدين رحنا قعدنا مع اصحابي شويه. فواحد منهم اقتنع ان السجاير بتتعمل منين، من ورق الشجر البايت اللي هو الدبلان يعني. ايوه. فالمعلم يا ابني ما انت هتعمل ايه، ما هعمل سيجاره. وقام جايب شويه ورق شجر ناشف وقام عامل كده وقال لك ده السجاير، ده اللي جوه السيجاره. ما كناش نعرف ان اسمه تبغ حتى، ده اللي جوه السيجاره. فيا عم ما فيش الكلام ده مش عارف ايه، طب ولع ونشم ونشوف. يا ابني ما في، قام مولع. فولع في دي مش مولعه في دي ولعنا في جنينه اقسم بالله. يعني كان في زهراء مدينه نصر، لو حد يفتكر الكلام ده مثلا 2003 2002 في المنطقه دي، جنينه ولعت في زهراء مدينه نصر اقسم بالله. ويكلموا المطافي بقى، وقصه كانت مصيبه يعني، وبوليس جه وبتاع الحلقه دي بلس 18 يا صاحبي. بقول لك ايه، الحلقه دي بلس 18 والله. لا ليه عادي، لا ما فيش حاجه يعني، ما قلناش حاجه تودينا في ده. طب ايه ذكرياتك مع صلاه التراويح غير الصواريخ اللي كانت بتسرع؟ افتكر وعصير الجوافه اللي كانوا بيجيبوه في الاستراحه. افتكر ابويا ربنا يخليه لنا يعني، كان بيحب جدا يصلي في مسجد هنا اسمه مسجد السلام، وهو مسجد جميل بصراحه، بحبه لحد دلوقتي، بروح كتير يعني. بس كان ساعتها المسجد ده بعيد شويتين 3 عن بيتنا، والقديم في مدينه نصر يعرف ان الزهراء ما كانش ليها مواصلات، كان المواصلات بتقف عند العاشر، وبعد كده هي العاشر كانت اخر الماب. بالظبط كانت اخر الماب بالظبط، الزون هنا. فبعد كده بتتمشى بقى. فالمهم ايه، كان ابويا ياخدني ننزل بقى نتمشى، نركب مواصلات، نتمشى لحد العاشر ونركب مواصلات لحد مسجد السلام،
وبعدين واحنا راجعين نتمشاها. فنتمشاها دي بقى انا طفل، فتمشيني القصه دي هقعد اعيط لك وادبدب لك في الارض، معروفه. فكان ابويا يعمل ايه بقى؟ كان ابويا صايع، يروح يشتري لي طبق رز بلبن. تحش عامل زي الحمار، يلا اجيب له برسيم عشان يمشي. والله العظيم طبق رز بلبن من محل هنا يعني كنت بموت فيه، ولحد النهارده بروح اجيب رز بلبن من عنده عشان هو جامد فشخ. اسمه حبش، قدام سنتر هارفارد، لو حد يعني حابب يروح يعني. بس فكان يجيب لي ده، ونقعد بقى طول الطريق يحكي لي في قصص انبياء. فكانت بالنسبه لي لحد النهارده انك تقول لي تعالى نتمشى من مسجد السلام للعاشر، باشا يلا انت اشتريتني، فاهم حاجه؟ بس تعدي نجيب رز بلبن، عايز الاكل، عايز الماما، عايز البنزين. حتى لو مش هاكله بس عدي اجيب رز بلبن، فاهم حاجه؟ عشان هي الميموري بقت هنا خلاص، هو الموضوع ده بقى محفور في الدماغ يعني. احنا كنا زمان بنصلي في جامع الانور، اللي هو في السنه من الاول ما كنا من الظهر يعني. ف شاوت اوت للظهر كلها. طبعا. فكان بالنسبه لي ان انا ماشي في البلاط بتاعه ده كان فظيع. احساس فعلا ان انت ماشي حافي على البلاط، تحس ان البلاط نفسه بيطلع سقوعيه، وبعدين كان في بير بتتوضى منه. فكان الموضوع فظيع جدا، عظيم. افتكر بقى بمناسبه المساجد الاثريه يعني، ابويا كان كل يوم جمعه، الايام اللي كان بيبقى موجود فيها هنا يعني، كان كل يوم جمعه ياخدني نروح نصلي الجمعه فين؟ في السلطان حسن، في القلعه. ونروح كان الشيخ علي جمعه ربنا يهديه يعني، كان هو اللي بيخطب الناس وقتها. فانا ما كانش في الدماغ الكلام ده، ما اعرفش مين ده اصلا، يعني كنت طفل، الكلام ده 4 سنين 5 سنين يعني ولا حاجه. هيجيب لي اكل بعد الصلاه. هجي لك اهو. المهم كنا نطلع، كان في زي بتاع كده مقام، ما اعرفش ايه ده بصراحه، بس هو بتاع كده بتطلع له بسلم، غالبا كان المؤذن بيطلع يأذن منه او حاجه زي كده يعني. فكنت بطلع، كان في بقى الاشكال بتاعت الحاجات بتاعت زمان دي بالرخام كده، فانا كانت بالنسبه لي دي بطيخه. فانا بطلع الراجل بيخطب موقر، قاعد بيخطب والناس كلها يعني مركزه فشخ مع الخطبه، وانا بقى قاعد اقسم بالله يعني ما اعرفش ازاي ما طردناش من بس اطفال يعني تحب الجامع يعني. فافتكر يعني الموضوع ده بالذات. ونخلص ونطلع، كان في واحد بتاع صوبيا، ما اعرفش ده كان صوبيا الرحماني ولا ايه بصراحه، بس واحد بتاع صوبيا. فكنت اروح ابويا يجيب لي الصوبيا دي ونتمشى لحد القلعه، نقضي اليوم هناك بقى، ويحكي لي تاريخ مصر كله من القلعه. انا ممكن احكي لك تاريخ القلعه كله اتبنى ازاي من اولها لحد دلوقتي من حكاوي ابويا دي. والله ما شاء الله ما شاء الله. فحكاوي القلعه دي كانت جميله يعني. بس هي رمضان طبعا جميل وكل حاجه طبعا. بس ما بعد رمضان بقى والعيد. العيد بقى كلمني في العيد. نروح له في حلقه جديده. ماشي، نروح له في حلقه لوحده العيد، نروح له في حلقه لوحده عشان العيد ده قصص ده بلاوي. بس واحنا كبار بقى، سيبك من احنا صغيرين. واحنا صغيرين ما كانش في حاجه يعني كانت حاجات بس اللي كان بيطلع نروح له في حلقه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. الحلقه دي اتاخرت شويه انا عارف، بس يعني تروح للشخص اللي يستحقها. الحمد لله. نورتني يا جو، والله العظيم ده بنورك. نورتني واتمنى نكملها ان شاء الله. نكملها بقى في العيد يعني. نكمل العيد بقى. يعني كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وما تنسوش رمضان مش عشان بس نقعد نتفرج على برامج ومسلسلات وكده، احنا عملنا حلقه في النوستالجيا منه بس يعني مش حاجه يعني، هي في النوستالجيا في الذكريات. فما تنسوش رمضان مش عشان نتفرج على برامج ومسلسلات بس، في عباده، في حاجات مهمه لازم نعملها. ومعاك اليوم طويل يا سيدي، هتتفرج على كل اللي انت عايزه. الدنيا دلوقتي ما بقتش مزنوقه يعني ان ميعاد المسلسل او مش عارف ايه، دلوقتي كل حاجه هتعرف تتفرج عليها في اي وقت. فيعني راضي ربك وبعدين راضي نفسك. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين وسوريا والعراق ولبنان والسودان وكل حته، يعني ربنا يهونها عليهم يا رب. وعجبتكم الحلقه، اللايك الجميل، السبسكرايب، شير، سوشيال ميديا هتلاقينا في كل حته، فيسبوك وانستجرام وتويتر هتلاقينا في كل حته يعني. ما عندناش تويتر، عندنا تيك توك. عندي سؤال. قول لي سؤال. ايه اكتر حلوه رمضانيه بتحبها؟ حلوه رمضانيه بس تسيبك من الجديد ده لان الجديد ده انا مش معترف بيه. اكتب لنا بقى في الكومنتات ايه اكتر حلوه رمضانيه وايه ذكرياتك مع رمضان عموما، ونتكلم في الاكل ده في حلقه جديده بعد العيد. ماشي بعد العيد يا صاح. يعني كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم وبس كده.